السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي افضل حال حبايبي. متابعيني وحشتوني جدا جدا. النهاردة قلت كده اعمل كشري زي ما انتم شايفين. حطيت بقى عندي الحمص والعدس كده في حلل على النار علشان ايه؟ ابدأ اسلقهم يعني. عشان اسهل عليا الكشري ما بياخدش، والله ما خدش اقل يعني تلت ساعة بالظبط وكان الكشري جاهز. هنا بقى عندي بصل قطعته بقى ترانشات رفيعة كده زي ما انتوا شايفين، علشان اعمله اللي هو الورد زي ما بيقولوا عليه في محلات الكشري، او اللي هو البصل المقرمش، وهنعمله مقرمش خالص، مش شارب زيت وبطريقة سهلة جدا. اهو قطعت البصل وعندي على النار زي ما انتوا شايفين العدس اللي بجبة، وكمان الحمص بيبقى حلو قوي في الكشري. يعني اعملي لهم بقى جو المحلات كده وانضف وحاجه كده بايديكي عاملاها. خلاص، البصل خلصته هرش عليه رشه من الملح كده، وكمان معلقه من الدقيق ومعلقه من النشا. الدقيق والنشا يا جماعه ما بيغيروش طعمه خالص، بس بيفرقوا في قرمشته، كأنك بتاكلي بالظبط حاجه كده كرانشي كده، يعني بتبقى مقرمشه معاكي شويه. اهو هنزل عليها بمعلقه من النشا ومعلقه من الدقيق زي ما قلت لك، او زي ما قلت لكم يعني. اهو هبدأ بقى اقلب فيه كده علشان يبقى مقرمش، ويبدأ كل البصل يبقى ايه متشرب من الدقيق والنشا والملح، ويبقى طعمه كده ايه متظبط كده اما نيجي نقليه يعني. بس كده حبايبي، حاطه بقى على النار الحله اللي انا هعمل فيها الرز. ايه بقى الفكره؟ الزيت اللي بنحمر فيه البصل بعد ما بصفيه كده بيبقى جميل جدا، لو بيدي للرز طعم حلو. زي ما انتم شايفين هناك كده في حله كمان بتغلي اهي، حطيت ميه للمكرونه علشان هسلق المكرونه بتاعه الكشري. وعندي الزيت خلاص سخن، وهبدا ان انا احمر فيه البصل علشان ما اخدش كده وقت، يبقى كل حاجه جاهزه معايا. اهو بصوا بقى هنا اهو ادي كمان ميه للمكرونه اهو بوريها لكم. الميه غليت، هنزل عندي مكرونه صغيره، وكمان كان عندي شويه من الاسباجيتي فايضين، هنزل بيهم برضو. هحط ملح، اهو بصوا عندي نوعين شويه وشويه كده هنزل بيهم. عايزه اقول لكم زي ما انا قلت لكم، انا بحط ملح بس في ميه سلق المكرونه، علشان الزيت بيخلي المكرونه ما يعني الصوص، اي صوص ما بيمسكش فيها. البصل خلاص شايفين بقى اللون الوردي بتاعه ده، هطلع بقى البصل كده على مناديل او على ورق زبدة، ايه علشان يتصفى من الزيت وينشف، مع ان هو مش شارب زيت خالص. وبرده هكرر نفس الكمية اللي كانت معايا وهعملها تاني. خلصت البصل. بصوا بقى شوية الزيت اللي فاضوا دول شوية صغيرين، يعني لو لقيتيهم كتير شيلي منهم شوية تاني، اعملي بيهم اللي هي الصلصة بتاعة الكشري. تمام كده. هنزل بقى فيهم بحوالي كوباية من الشعرية علشان اعمل رز بشعرية. ودايما الرز بتاع الكشري بيبقى غامق شوية. تقدري تحطي العدس كمان على الرز، بس انا بحب كل حاجة لوحدها. شايفين بقى خد اللون الذهبي الغامق ازاي؟ اهو هنزل عليه بالرز اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبصوا بقى البصل هناك لونه عامل ازاي، مش عايزه اقول لكم. لو عايزه يعني انا كمني قافله صوت الفيديو، بس بسجل صوت كنت سمعتكم صوت القرمشه بتاعته. هنا بقى هحط بقى ملح كده للرز، وهزوده ميه سخنه عادي خالص، كانك بتعملي رز عادي. الفكره ان احنا واخدين بس الزيت بتاع البصل مديله طعم حلو. وهنا خلاص سلقت المكرونه في نفس الحله، صفيت بس المكرونه. هنزل برشه من الملح كده، وكمان رشه من الفلفل الاسود اهو، علشان يبقى المكرونه بتاعتي لها طعم كده وطعمها كده جميل، ما يبقاش المكرونه مسلوقه بس كده. وهنزل بالمكرونه، هعمل لها كده ايه صدمه كده على الزيت بالملح والفلفل ده. جربي بقى طريقتي في الكشري وادعيلي. بس كده معروف الكشري بتاع السوم حاجه تانية. جربي الطريقه دي وان شاء الله هتطلع معاكي زي بتاعه المحلات واحلى كمان. ولا تقولي لي بقى كشري ابو طارق ولا كشري التحرير، كشري السوم وبس. لو عجبك بقى وانتي بتتفرجي كده طريقتي، حطي اللايك، ما تنسيش وانتي بتتفرجي. خلاص كده انا خلصت، فشلت بقى من على النار المكرونه، وهنزل دلوقتي اعمل الصلصه. طيب الصلصه بتاعه الكشري ايه السوم؟ انا معايا هنا 3 فصوص كبار من الثوم، هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الزيت. عندك بقى زيت البصل اللي كنا بنحمر فيه فايض منه كتير، اشتغلي بيه.
بس كده لما التوم خد اللون الذهبي كده انا طفيته بالخل شويه، حوالي ربع كوبايه من الخل، ربع معلقه من الخل. وهنزل بكيس طماطم من اللي انا كنت مخزناه بقى. شوفوا بقى الست الشاطره الواعيه، طماطم دلوقتي كام؟ ب 12 جنيه، ووصلت كمان لاكتر من كده. طبعا انا عندي الطماطم كنت جايباهم 3 كيلو ب10 وحطاهم في الفريزر. ده الحمد لله الست الشاطره دايما عامله حساب الازمات. حطيت بقى ملح وسكر ورشة من الفلفل الأسمر، وزي ما انتوا شايفين كده حطيت بقى الصلصة كده. هسيبها بقى تعيش حياتها خالص علشان تديني صلصة متسبكة، والحمص ورا شغال. عايزة اقول لكم الحمص ده انا نقعته شوية قبل ما اسلقه، حوالي نص ساعة بس كده نقعته. بصوا بقى انا هعمل بقى دقة جميلة جدا جدا، هتشوفوا العدس هيبقى عامل ازاي طعمه. مش عايزة اسيبه كده. هعمل ايه؟ جايبة معايا توم مدقوق او مفروم او ايا كان، يعني صغير خالص، ويفضل يكون مفروم يعني. وهنزل عليه بليمونة، شيلي منها بقى البذر كويس واعصري الليمون. معايا هنا كمون، هاخد معلقة من الكمون. وكمان هاخد ملح اهو، حطي بقى ظبطي الملح كده. وخل. وكمان هاخد معلقه من هريسه الشطه اللي انا عاملاها، جميله جدا وبتفرق كده في طعم الحاجه، بتبقى مخليها طعمها جميل جدا. اهو بصوا بقى هاخد كام معلقه، هي يعتبر معلقه كبيره يعني. تمام. دي بقى الدقه بتاعتي. عايزه اقول لكم كمان تقدري نعمل بيهم، نحطها على النار ونحط عليها كبشتين من الصلصه دي، وتبقى صلصه شطه زي اللي بنلاقيها في المطاعم. انا هنا هعمل الدقه، جبت كوبايه من الميه السخنه، وكمان هحط شطه من الحمرة دي الناشفه. وبقت معايا احلى دقه للكشري جاهزه. وادي كمان الكشري بتاعي، تقدري تاخدي كمان معلقه من الدقه دي تحطيها على العدس و... والمكرونه تبقى جميله جدا. عملت طبق سلطه، وكمان معايا الصلصه والدقه والكشري. وادي كمان طبق الكشري يفتح النفس. لايك بقى وشير وسبسكرايب لطبق الكشري الحلو ده، واعملوا شير كتير كتير علشان فيديوهاتي توصل لكل حبايبنا. وبحبكم جدا.